أهلا بيكم في قناتنا. النهاردة رجعت لكم بفكرة أفضل 10 أفلام رعب شفتها. كل فترة بحاول أجيب لكم مسلسلات وأفلام جديدة شيقة تتابعوها، وهرتبها لكم من الجيد جدا إلى الممتاز، فكل فيلم في هذه القائمة جدا ممتع. قبل ما نبدأ، متنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. نروح على المركز العاشر واسم الفيلم Would You Rather، من الأفلام الحماسية والمثيرة، ومن الأفلام اللي قصتها هتشدك. تقييم الفيلم على شبكة IMDb 5.7 من 10، وبيدور قصة الفيلم حول امرأة تعرف باسم إيزيس، تنافس في لعبة تهدد حياتها من أجل أن تساعد شقيقتها الصغيرة المريضة. You can help him. 15 seconds. Go. No. No, I can't do that. You must make the decision. It's the game. What the fuck is the matter with you people? Would you rather? You sick fuck! Light the fuse! نروح على المركز التاسع واسم الفيلم بوي رايد، من الأفلام الرعب الشيقة. تقييم الفيلم على شبكة IMDb 6.6 من 10. يحكي الفيلم قصة شاب يقود سيارته عائدا إلى موطنه في أجازته الصيفية بعد سنته الأولى في الجامعة، وهو سعيد لأنه سيقوم باصطحاب حبيبته على الطريق، وتصله أنباء وهو في الطريق بأن أخيه في ورطة ويتوقف في إحدى المدن لمساعدته. ومن هنا تبدأ الأحداث الحقيقية للفيلم بعد تورطهم بدون قصد مع سائق شاحنات يأخذهم في رحلة مهلكة في الرعب والإثارة. Hey, we're sorry! Why'd you do it? It's just for fun, just for a laugh. You don't feel like getting together in a motel later. Room 17. Do not be 1 minute late. Don't open the door! Don't open the door! So you still good or need me to drive? نروح للفيلم الثامن واسم الفيلم كاونت داون. الفيلم من الأفلام الرعب الجديدة واللي قصتها غريبة. تقييم الفيلم على شبكة IMDb 5.3 من 10، واللي بتدور أحداث الفيلم باختصار حول ممرضة بتقوم بتنزيل تطبيق على موبايلها للعد التنازلي، بيزعم التطبيق التنبؤ بلحظة وفاة الأشخاص، وتكتشف الممرضة إن باقي ليها 3 أيام فقط للحياة، وعليها أن تجد طريقة لإنقاذ حياتها قبل انتهاء الوقت المحدد. وكانت الممرضة دائما تشعر بالخوف والقلق، خصوصا أن التطبيق تنبأ بوفاة عدد من الأشخاص وماتوا بالفعل، وتستعرض الأحداث محاولتها المستمرة لإيجاد طريقة للهروب من الموت. We'll pursue you. Come with me. It won't overwhelm you until you are utterly destroyed. Wake up. Yo, are you calling my name? أما الفيلم السابع في قائمتنا فهيكون من نصيب فيلم تيك شيلتر. تقييم الفيلم على شبكة IMDb 7.4 من 10. الفيلم باختصار بيتكلم عن كورتيس اللي بيعيش في بلدة صغيرة مع زوجته وبنته الصماء اللي عمرها 6 سنوات. بطلنا دائما بيحلم بأنه هيجي عاصفة مدمرة لمنزله، والفكرة دي بتسيطر عليه الهواجس والأحلام بتاعته، فيحول كل اهتمامه لبناء ملجأ في الفناء الخلفي من منزله. I've been having these dreams. They always start with a kind of storm. Missed you at church this morning, Curtis. Thinking about cleaning up that storm shelter out back. Where the hell have you been? I know, I'm sorry. I had to run in here. Is anyone seeing this? Told people what you've been doing. I know, I'm sorry. That's how you treat friends? Are you okay? Yeah, I'm fine. نروح للفيلم السادس من قائمتنا النهاردة واسم الفيلم The Last House in the Lake، من الأفلام الجميلة والحماسية أيضا. وتقييم الفيلم على شبكة IMDb 6.5 من 10. الفيلم بيتكلم عن فتاة شابة اسمها ماري، تسافر هي وصديقتها لإحدى البحيرات من أجل النزهة وقضاء الأجازة،
واللي بتقيم في بيت في منطقة معزولة، ويتم اختطافهن من طرف عصابة إجرامية. ومجرد معرفة أهل ماري تصبح القصة أكثر إثارة ورعب عندما يأتون من أجل الانتقام من كل أفراد العصابة. باختصار الفيلم ده إبداعي إلى أقصى الحدود. Hey, that's what's going on. This is none of our business. I'm sorry, ladies. Oh my God! We just can't risk it. Oh no! 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 Please! These are two lovely girls, Justin. Bring her back! You got her. Now what? I saw a house back there. We're actually pretty lucky today, seeing your house. There's only one problem. Our daughter won't have the car back till tomorrow morning. قبل ما نكمل باقي الأفلام، ياريت لو وصلت هنا ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو، وده لو أول مرة تشوف فيديوهاتنا ما تنساش تشترك في القناة وتدوس على زر الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا. نروح للفيلم الخامس من قائمتنا النهاردة، واسم الفيلم 28 Days Later. تقييم الفيلم على شبكة IMDb 7.6 من 10. الفيلم بيعرض الحياة في لندن بعد انتشار فيروس خطير فيها في إطار من الغموض والإثارة والرعب. يدور الفيلم حول جيم الذي استيقظ من غيبوبة بعد 28 من انتشار فيروس خطير عن طريق قرود أصابها فيروس يحولها لحيوانات قاتلة ومتوحشة، ليجد المستشفى فارغة من الناس، وليجد لندن بأكملها مهجورة وخالية من السكان، وتجول في الطرقات والميادين دون أن يجد أحدا. جدا جدا الفيلم قصته خرافية. Father. Infected with what? Oh, I shouldn't have done that. The blood. There's something in the blood. ونروح للمركز الرابع، واسم الفيلم The Hills Have Eyes. من أفضل أفلام الرعب اللي تحس قصتها واقعية. تقييم الفيلم على شبكة IMDb 6.4 من 10. وتدور قصة الفيلم حول عائلة أمريكية تذهب لقضاء نزهة قصيرة، فتظل طريقها في الصحراء وتتفاجأ بوجود مجموعة من العائلات المشوهة والمضطربين ذهنيا ممن يعيشون الحياة بعيدا عن المدينة والحضارة، وتندلع أحداث الفيلم في إطار مرعب. They're like people or something living in those hills. نروح للمركز الثالث، واسم الفيلم زراعين. من أشهر أفلام الرعب المثيرة واللي قصتها حماسية خرافية. تقييم الفيلم على شبكة IMDb 7.1 من 10. الفيلم بيحكي قصة شريط يثير الرعب في كل من يتجرأ ويشاهده. يحكي الفيلم عن شريط مريب به بعض المشاهد الغريبة، ومن يشاهد هذا الشريط يموت بلعنته بعد أن تأتي له مكالمة هاتفية تخبره بأنه سيموت بعد 7 أيام. جدا جدا الفيلم خرافي. You will die in 7 days. Katie told you she was gonna die. She told me. She said she didn't have enough time. Would you say that I'm gullible? No. Easily rattled? A little highly strung, maybe. I watched the tape. ونروح على المركز الثاني من قائمتنا النهارده، واسم الفيلم جرين روم. من الافلام الابداعيه والفيلم جميل من كل النواحي. تقييم الفيلم على شبكه IMDb 7 من 10. وتدور احداث الفيلم حول فرقه غنائيه تورط في احداث عنف من قبل عصابه، وتصبح اعضاء الفرقه هم الشهود للحادث، فيتم ملاحقتهم من قبل العصابه التي ترغب في اخفاء والتخلص من الشهود وادله الادانه. جدا جدا فيلم خرافي يستحق المشاهده. Clear out. You follow me? And then it's over. Holy shit. I told you to follow. Stop!
You can't keep us here. You gotta let us go. We're not keeping you. You're just staying. We're so fucking dead, guys. What do we do? نروح على المركز الأول لقائمتنا النهاردة، واسم الفيلم The Killing of a Sacred Deer، من الأفلام الإبداعية والفيلم جميل من كل النواحي. تقييم الفيلم على شبكة IMDb 7.1 من 10. يعرض الفيلم قصة بحث مراهق عن العدالة من طبيب جراح قلب مشهور بسبب وفاة والده بين يديه خلال عملية جراحية، وتستنفذ الشخصيات في الفيلم كل احتمالات الإنسانية المتاحة أمامها حتى يسقط قناع القيم والأخلاق، وتظهر من خلفه غريزة البقاء، فتسعى كل شخصية للدفاع عن حياتها بكل ما أتيحت من قدرة على الصبر وتخدير للضمير. جدا جدا فيلم خرافي يستحق المشاهدة. Wife will die, understand? No, I don't. It's attracted to you. She's got a great body. He's got issues, serious psychological issues. Dad! Bob's dying! Mark! You do realize, Stephen, we're in this situation because of you. وبكده خلصت قائمتنا النهاردة. اكتب لنا كومنت بالفيلم اللي شايف انه رقم 1 واللي حاسس انه اتظلم، شايف انه كان يستحق انه يكون في قائمتنا النهاردة. كان معكم احمد، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.